يا صباح الورد والفل والياسمين وكل حاجة حلوة في الدنيا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة، حاجة حلوة قوي. هنعمل تحلية الثلاث طبقات: بسكويت بالزبدة وكاستر ومانجا وجيلي. طبعا الطعم مش هتكلم عنه، لازم تجربيه بنفسك بجد وتشوفيها قد ايه تحلية حلوة وبسيطة وخفيفة جدا جدا. حاجة كده ترطب على قلبنا في الجو ده، جو الصيف الحر جدا طبعا. هنعملها مع بعض النهاردة بالكاستر. انا جربتها قبل كده بالمهلبية، بس قلت اجربها معاكم بالكاستر وفعلا طلع طعمها حلو جدا. يلا مع بعض نعمل اول طبقة. هتجيبي بسكوت سادة اي نوع موجود، اللي هو بسكوت الشاي. انا هنا جبت 8 بكاوي من البسكوت ده وضربته كويس قوي في الكبة او المطحنة بتاعة الخلاط، او تدقيه في كيس بلاستيك، اي طريقة متاحة عندك لغاية ما يبقى معانا بودر بالشكل ده. ودلوقتي هنعمل الكاستر زي ما احنا عملناه مع بعض قبل كده. 3 كوبايات لبن، وكل كوباية لبن عليها معلقة كبيرة سكر ومعلقة كبيرة كاستر، ونقلبه كويس جدا لغاية ما يتجانس كله مع بعضه، وهنرفعه على النار لحد ما يتقل معانا. هنا البسكوت احنا حطيناه في الصينية بتاعتنا وضفنا له ربع كوباية زبدة صفرة، وبنقلب البسكويت مع الزبدة كويس قوي قوي بالشكل ده. وطبعا لو بايدينا يبقى افضل عشان البسكوت تتخلله الزبدة ويبقى متشرب منها حلو جدا، بتديله طبعا طعم حلو. هنا في الصينية هنضغط على البسكوت ونوزعه بالشكل ده وندخله التلاجة لغاية ما الكاستر يهدى معانا. الكاستر هدي معانا برد شوية، هنطلع البسكوت زي ما قلنا لكم، حطيناه اول طبقة كده تحت، هنطلعه من التلاجة ونحط عليه الكاستر، نوزعه فوق الصينية بالشكل ده، وهندخله التلاجة تاني لغاية ما يتماسك، لغاية ما نجهز الطبقة التالتة اللي هي الجيلي بالمانجا. الجيلي طبعا احنا عارفين ازاي، عبوة جيلي مانجا عليها كوباية مية مغلية وكوباية مية باردة وبس كده، مش بنضيف له اي حاجة، ونقلب كويس جدا ونسيبه يهدى شوية عقبال ما نجهز المانجا. هنا انا معايا حبايتين متوسطين مانجا، اي نوع طبعا عندك، مفيش نوع معين. بنقشرها بالشكل ده وبنقطعها مكعبات صغيرة. بنقطعها مكعبات صغيرة كده، وبتبقى جاهزة معانا. وطبعا ممكن المانجا نستبدلها بأي نوع فاكهة. لو فراولة مثلا، في موسم الفراولة هنجيب جيلي فراولة، يعني هننوع برضو حسب فاكهة الموسم. قطعنا المانجا مكعبات صغيرة بالشكل ده، هنقطع الكمية كلها وكده المانجا جاهزة معانا. هنطلع الصينية من التلاجة. طبعا الكاستر تماسك جدا، انا سبتها في التلاجة حوالي ربع ساعة بعد ما بردت. الكاستر تماسك، هنطلعها من التلاجة وهنوزع عليها المانجا على الطبقة اللي فوق، بنوزعها بشكل متساوي فوق البسكويت والكاستر بالشكل ده. وبعدين هنوزع الجيلي بعد ما يكون هدي معانا شوية، يا دوبك طبقة الجيلي هتغطي طبقة المانجا، يعني مش هنسيح الصينية جيلي، لا، هنغطي المانجا بالشكل ده بالجيلي، عشان طبعا لما الجيلي يتماسك تبقى المانجا، قطع المانجا متماسكة معانا. هنوزع بالشكل ده وهنرجعها التلاجة حوالي 3 ساعات، اللي هو الوقت اللي بيجمد فيه الجيلي العادي لما بنعمله، حوالي 3 ساعات.
وهنا بقى بعد ما طلعت معانا الصينيه الجميله بتاعتنا وطلعت من التلاجة بطبقاتها الحلوه جدا، حاجه كده زي ما بقول لكم تطري على القلب في الجو اللي احنا فيه ده. والطعم حكايه بجد، ميكس البسكوت بالزبده مع الكاستر مع المانجا مع الجيلي، حقيقي مديه طعم حلو جدا. وعايزه اقولك انت ممكن تشكلي فيها او تغيري، بدل الكاستر ولادك مش بيحبوا الكاستر، اعملي مهلبية، اعملي رز بلبن، في كذا حاجة تقدري تغيري بيها الوصفة. الطبقة التانية والتالتة كمان ممكن بدل المانجا فراولة، اي فاكهة متاحة حسب الموسم طبعا. بس وصفتنا النهاردة بجد روعة، لازم تجربيها هتعجبك جدا جدا. وده وقتها فعلا، ده وقت الحاجات الساقعة الحلوة دي في الجو اللي احنا فيه ده. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم وتجربيها وتقوليلي رأيك في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ ام الدنيا.